شفت القواقع والصدف اللي بتبقى على الشط؟ عمرك سألت نفسك ده جاي منين وبيتكون ازاي؟ واكيد جدك كان عنده القوقعة الأثرية دي وكان عاملها طفاية وانت ما تعرفش اصلها. طب حاجة زي الجندفلي مثلا، جايب الصدفة بتاعته دي منين وبيكونها ازاي؟ تعالوا نشوف. الرخويات اللي بتعيش في البحر بتقدر تبني أصداف صلبة حوالين جسمها الضعيف جدا عشان تحمي نفسها من المفترسين ومن ظروف الحياة في البحر، الضغط والملوحة. وبتعيش جوه البيت اللي بتبنيه حوالين نفسها ده واللي بنسميه صدفة أو قوقعة. طيب بتبنيه ازاي؟ بتاخد الكالسيوم والكربونات اللي في المية وتعمل منه مركب كربونات الكالسيوم اللي هو معدن الكالسيت، وده هو نفسه المعدن اللي بيكون الحجر الجيري والرخاء والطباشير، وده متوفر في المية بشكل كبير، وعشان كده الرخويات بتستخدمه وبتعمل منه القواقع بتاعتها. لو بصينا لكائن زي الحلزون، جسمه رخو وضعيف جدا، من غير قوقعة الكالسيت اللي على ظهره دي وبتحميه مش هيستمر، والنوع كله أعداده هتقل وهينقرض. الإنسان وباقي الفقاريات عندنا العمود الفقري جوه جسمنا وبيتسمى اندوسكيلتون. الرخويات الجزء الصلب من جسمها بيكون بره وبيتسمى اكزوسكيلتون. فخليك عارف انك وانت ماشي على الشط بتلم الصدف والقواقع فانت بتلم عظم حيوان ميت. والعقد اللي بيبقى فيه قواقع ده خليكي عارفه انك لابسه مقبره جماعيه حوالين رقبتك. ولو طلعت معلومه واحده جديده انا هكون مبسوط. وما تنساش دول.